النهارده بنزيما ادى درس لكل اللعيبه في كل مكان، وبالتحديد في الدوري السعودي وفي دوري روشن. الموسم اللي فات كان في شكوك انه هيمشي، احنا كنا بنتكلم انا وانت في نهايه الموسم اللي فات هو طالب انه يمشي، ان بنزيما كان هيمشي، وهو طلب انه هيمشي فعلا لو تفتكر بعد التوقف الشتوي. صحيح. في الموسم الاولاني ليه. الموسم الثاني ثبت وجوده بكل المقاييس، يعني بطل الدوري والكاس. حقيقة انه تحدى هو بشكل كبير، طلب لاعبين واختار لاعبين بالاسماء هو يعني نفسه، يعني بعد مش اصرار، يعني في ناس كانوا رافضين بعض اللاعب، يعني مثلا عوار كان مرفوض في الاتحاد، بنزيما اصر على وجوده. ده تحدي كبير، خلي بالك. انا كنت سامع برضه قال انه واحد من افضل 10 لاعبين يلعبون في مركز 10 في العالم. يمكن بالغ، لكن عوار ما خيب ظنه، قدم موسم رائع، قدم موسم كبير جدا. وانا عجبني كمان وانا بتفرج على المباراه، سمعت المحللين هم بيتكلموا ان اداره الاتحاد الموسم ده زودت الثقه في بنزيما مع بلانك، لوران بلانك. الموسم اللي فات لوران بلانك كان متوقف عن التدريب، الموسم اللي قبله كان بيدرب ليون. اول تجربه ليه في الدوري السعودي، جه وقبل التحدي مع بنزيما. استقطبوا بعض اللاعبين، ادوا ثقه. اداره الاتحاد يعني خلي بالك برضو ان اداره فريق كبير زي الاتحاد تثق في اللاعب اللي هو النجم الكبير. صحيح. ان تديله الفرصه انه يبقى من ضمن يعني من ضمن اللي بيشاركوا في اختيارات اللعيبه، ويقول لهم على الاسامي، ويثبت للفريق ويثبت للاداره ان هم كسبوا الثنائيه السنه دي. ده نجاح بكل المقاييس.